حاليا ما في محاضرة بنوب، ظرفي صعب. أنا مضغوط كتير لأني عم بضطر أتعامل مع ناس أنا ما بحب أتواجد معهم بنفس المكان بنوب. مين قصده هاد؟ لا تطلعوا ببعضكم هيك. عم بحكي عن زميلاتكم المحجبات. انتم من بداية السنة عم بتناضلوا باسم شخص بينتمي لوحدة من أخطر المنظمات الرجعية، وما بعرف كيف قدرتوا تسجلوا بالجامعة. بس لما حاولتوا انكم تحصلوا على حريتكم صادرتوا لي حريتي وقيدتوني، والحقيقة ما رح أقدر أعطي محاضرات وأنا هيك. باختصار وجود المحجبات بيعمل لي توتر. سكر عيونك دكتور، ما خطر عبالك هالحل؟ أو دير ظهرك، منسمع، مو مشكلة. ولد تافه، اطلعوا من المدرج فورا. أنا ما رح بلش درسي لحتى يطلعوا المحجبات. دكتور، بترجاك لا تعمل فينا هيك. نحن ما أذينا حدا لتكرهنا، يعني شو اللي بيوتر إذا في حجاب على راسنا؟ حاضر، وهي أنا تحجبت. بتحب أطلع هلأ؟ حاجة تخبيص. انتوا شلون عم تسمحوا لهيك رجعيين انني يأسروا عليكم؟ حضرتك جاي تعطينا محاضرة بس الظاهر مو ملتزم بالقسم. إذا نسيانه بذكرك. أقسم أنني لن أسيء استخدام الحقوق والصلاحيات التي منحتني إياها شهادة الطب وسألتزم بها، وأن أقضي حياتي في خدمة الإنسان، وأن أحترم حياة الإنسان وأحافظ عليها دائما، وأنني لن أستخدم معلوماتي ضد الإنسانية، وأتعهد بأن لا أفشي أي سر عرفته في مهنتي، وأن أحترم أساتذتي وكافة زملائي في المهنة. الدين، الجنسية، القومية، أقسم أن لا تؤثر علي في ممارستي لمهنة الطب وأن لا تشكل فرقا أو تمييزا لدي، وسوف أمارس مهنتي بكل صدق وكرامة، وأقسم بشرفي على أن ألتزم بهذا القسم. واضح دكتور، واضح إنه في واحد عقله محجب، أنت. وإذا بتريد اطلع لبرا. لا